الإنسان كائن اجتماعي بطبعه وبيحب دايما يتواصل مع الآخرين، ودي طبيعتنا وفطرتنا اللي ربنا خلقنا عليها. لكن تفتكر حد له الحق إنه يفضل مراقبك طول الوقت ويقدر يعرف إيه اهتماماتك وبتحب إيه وبتكره إيه، وبتكلم أهلك ولا زمايلك وبتقول لهم إيه بالظبط، أو حتى يقدر يسمع أفكارك قبل حتى ما تكتبها أو تدور عليها؟ أكيد لأ. محدش يحب أبداً إنه يحس إنه متراقب طول الوقت بالشكل البايغ ده. طب بالنسبة لانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والمعلومات الرقمية اللي بتخلينا طول الوقت ننشر معلومات عن نفسنا، فهل ده معناه إننا متراقبين إجباري طول الوقت؟ يعني يا إما يبقى عندي حسابات تواصل اجتماعي وأوافق بالإجبار إن معلوماتي وبياناتي تبقى مباحة وينفع الشركات تاخدها وتبيعها كمان، يا إما أبقى منعزلة عن العالم وأخباره واكتفي بدايرة معارفي البسيطة نسبياً. معقول هم دول الخيارين بس المتاحين ولا في خيار تالت؟ زمان كان التجسس ده معروف إن للشخصيات المهمة أو المؤثرة، أو حتى للحكماء وللرؤساء أو يمكن الوزراء، أي شخصية بتمتلك معلومات سرية وخطيرة. لكن إحنا كعامة أو ناس عادية وفي حالها، إيه اللي يخلي الشركات دي أصلاً تراقبنا؟ لا، وكمان تصرف مليارات الدولارات في تطوير أساليبها بالشكل المخيف ده، لدرجة تخلي إن الموضوع يوصل مجرد التفكير في حاجة يخليها تظهر قدامك في هيئة عروض وأفكار. الحقيقة إننا فعلا كلنا تحت المراقبة، بس مين بيراقبنا؟ وبيعملوا إيه بالمعلومات اللي بيجمعوها دي؟ وبيستخدموها في إيه بالظبط؟ وهل في طريقة تخلينا ما ننعزلش بس تحمينا؟ كل ده هنعرفه في حلقة النهاردة. تابع الحلقة للآخر وهتفهم كل حاجة. موضوع المراقبة والتجسس مش حاجة موحدة، كل حاجة لها هدف معلوم ومنظم تماما وليها طرق معينة، زي مثلا المراقبة الرأسمالية، وده نوع من أنواع المراقبة بتقوم بيه الشركات التجارية عشان تجمع فيه بعض المعلومات عنك، زي عاداتك، بتحب إيه بالظبط، إيه المواضيع اللي بتعمل بحث عنها. وبعد ما يجمعوا كل المعلومات دي بيبيعوها لوكالات إعلانية أو شركات تكنولوجية، وهي بدورها بتقوم بشغلها. زي مثلا لو دورت على جهاز تكييف عشان تاخد فكرة عامة وتعرف الأسعار مثلا والمواصفات، من ساعة ما هتدور هتقعد فترة كبيرة جدا بيظهر لك كمية أماكن لبيع التكييفات وصفحات عاملة عروض عليهم، لحد ما انت شخصيا هتزهق. نيجي لنوع رقم 2 من المراقبة، بيقع تحت اسم السلامة العامة، والنوع ده اللي بتقوم بيه الحكومات وجهات تنفيذ القانون، وده بيتم من خلال كاميرات المراقبة وتكنولوجيا التعرف على الوجوه. زي مثلا واحد عليه أحكام وهربان من القانون، ممكن لو مشي في شوارع فيها كاميرات ومن خلال التكنولوجيا بتاعت تحديد الوجه والملامح بيتم التعرف عليه وبيقدروا يحددوا مكانه، وده طبعا بيسهل عملية القبض عليه. وفي أنواع مراقبة وتجسس بتتعمل لأشخاص معينة بيكونوا مستهدفين وبيبقى مقصود بيها شخص ما، أو بشكل أساسي أي شخص بيشكل تهديد على العامة، وده بيتم من خلال برامج تجسس بتتبعت على جهاز ذكي بيستعمله الشخص ده، بتتعمل لشخصيات مهمة أو لشخصيات عندها معلومات خطيرة، وجهة ما عرفت إن الشخص ده بيمتلك بعض المعلومات دي، فبيهكروا الجهاز اللي عليه المعلومات من خلال تطبيقات معينة أو روابط أو صور، وساعات فيديوهات بتتبعت للشخص ده، ومجرد ما الشخص ده بيضغط على الرابط أو الفيديو ويفتحه بيتم السيطرة على الجهاز بالكامل، وطبعا بيقدروا ياخدوا المعلومات بكل سلاسة وسهولة. الموضوع ده مشهور جدا لدرجة إن في شركات كبيرة بتعملها، ورؤوس مال الشركات دي بيكون بالمليارات، وغالبا ما بيكون مقرها بعيد عن الدول اللي بتمنع وبتجرم نظام التجسس وبتشدد على حقوق الإنسان. وحتى لو في بعض الأشخاص بيمارسوا طرق التجسس دي، فبيستخدموا حاجات وبرامج معقدة جدا تخفي مكانهم، بل كمان بتخلي موقعهم يظهر في دول تانية غير اللي هم موجودين فيها فعليا. وبكل تأكيد مش أي حد يعرف يعمل الكلام ده، لازم يكون الشخص ده متمكن وعارف كويس جدا هو بيعمل إيه. دي أنواع المراقبة الموجودة. نرجع بقى للنقطة المهمة بالنسبة لنا كعامة، موضوع بياناتنا اللي بتتسرب تعتبر من أكبر أنواع التجارة الناجحة حالياً، وبقت عاملة زي عملة بتتقاسمها وتتبادلها الشركات مع بعض للاستفادة منها لأقصى درجة. بس يا ترى إحنا اللي مسؤولين عن تسريب بياناتنا من الأساس ولا إحنا مجبورين؟
حقيقي في حاجة مهمة دايما بتفوتنا، وهي اتفاقيات الخصوصية في الأحكام والشروط. يعني لما تيجي تحمل أي تطبيق وبعد ما يتم تحميله وقبل تفعيله بيبعت لك التطبيق شروط وأحكام، وأغلبنا بندوس موافق من غير حتى ما نقراه، لأن احنا بنبقى عايزين نحمل التطبيق ونثبته وخلاص، ولو ضغطنا غير موافق مش هيتم تثبيت التطبيق. بس حتى لو قريت الأحكام والشروط هتلاقيها كلها مكتوبة بطرق عامة للغاية، من الآخر مفتوحة على البحر، وده طبعا بيديهم مجال واسع يتحركوا في التليفون أو الأجهزة بحرية جدا، وياخدوا المعلومات اللي عايزينها ويبيعوها وكمان يكسبوا منها. طب إزاي؟ ممكن أتكلم عن حاجة بيني وبين أهلي في البيت ولاقي الحاجة دي بتجيلي في هيئة إعلانات. أكيد حصلت معاكوا قبل كده، وحتى لو ما عملتش بحث عن الحاجة دي برضو ممكن تظهر قدامك. مين فينا كم مرة كان بيتكلم مع أهله أو صحابه مثلا إنه نفسه يسافر مكان معين يتفسح فيه، وتلاقي دايما تليفونك بدأ يجيب لك عروض على تيكيتات المكان أو الأوتيلات أو تذاكر الطيران أو غيرها؟ يا ترى هما بيسمعونا؟ طب الأغرب إن ساعات الواحد بيبقى في دماغه فكرة ما نطقش بيها ويدوبك ناقشها مع نفسه، الكلام حتى ما خرجش بره دماغه، وبرضه بتلاقي الحاجة دي في وشك على هيئة إعلانات. الكلام ده معناه إنهم بيقدروا يسمعوا أفكارنا؟ طب تعرف إن في الصين في مدارس بدأت تخلي الطلاب يلبسوا زي أطواق أو أساور تكنولوجية حوالين الدماغ بتمكنهم من قراية إشارات الدماغ عشان يعرفوا مستوى انتباه الطالب قد إيه؟ طب تعرف إن في نوع تكنولوجيا اسمه التكنولوجيا العصبية؟ إيه هي بقى التكنولوجيا العصبية دي؟ دي عبارة عن طرق معينة بيقدروا من خلالها يعملوا حاجتين. أول حاجة بتسجل نشاط الخلايا العصبية في الدماغ فيعرفوا انت عايز تعمل ايه او هتقول ايه. وتاني حاجة بتقدر تعملها التكنولوجيا دي هي انها بتقدر تغير حركات الخلايا العصبية، يعني من الاخر تتحكم في تصرفاتك وقراراتك. وهم بالفعل نجحوا في الكلام ده لما تنفذ على فئران التجارب، وبكل تأكيد اللي نجحوا فيه في تجاربهم هيقدروا ينجحوا فيه مع البشر، مسألة وقت مش أكتر. طب إيه برضو اللي بيخليهم دلوقتي يعرفوا إحنا بنتكلم عن إيه؟ لو دورت على أغلب التطبيقات اللي أنت محملها على تليفونك، حتى تطبيقات الألعاب، هتلاقي إن أغلبها بيسمح بالدخول للكاميرا والمايك وكمان الصور والملفات الصوتية كلها اللي على التليفون. غالبا دلوقتي أنت عرفت الإجابة. يا ترى هل سمعتم عن جهاز تقنية الأعصاب؟ لو لسه مش عارف إيه الجهاز ده بالظبط، أحب أعرفك إنه جهاز بيتم وضعه داخل الدماغ عن طريق الجراحة أو وضعه أعلى الدماغ بدون جراحة. إيه وظيفة الجهاز ده بقى؟ وبيعمل إيه بالظبط؟ الجهاز ده بيوصل دماغك بجهاز كمبيوتر أو آلة خارجية. اسم الجهاز ده BCI، وبيستخدموه حاليا مع مرضى الشلل. والمفروض إن الهدف من الجهاز ده إنه هيساعد في كذا صناعة، زي مثلا صناعة الألعاب في الواقع الافتراضي. وصرحوا المطورين للجهاز إنهم قريب هيقدروا كمان ينقلوا المعلومات من الكمبيوتر للدماغ. يعني هتقدر مثلا تعمل زي بحث في جوجل لكن في دماغك، وهتقدر تستعمل خوارزميات من الذكاء الاصطناعي في دماغك عشان تساعدك تاخد قرار. ده غير كمان بيقولوا انهم لو قدروا يفكوا شفرات الكلام اللي موجود جوه الدماغ هيقدروا يخلوا الناس تتكلم مع بعض عن طريق التخاطر. يعني هيبقوا بيتكلموا جوه دماغ بعض لكن ظاهريا هم قاعدين مع بعض ساكتين. يعني من الآخر هيبقى الجهاز ده هو المتحكم بشكل أساسي في قراراتك وحياتك. حقيقي الكلام ده لوحده مرعب. That you can use inside your head, in this case is invasive, or you can put on top of your head, in this case is non-invasive, and this connects your brain to a computer. What's possible today with mice will be possible with humans tomorrow. لو هيقدروا يقرروا أفكارنا بالشكل ده، بديهي وطبيعي إنهم هيقدروا يتحكموا فينا. تخيل ناس قد إيه ممكن تنبهر بفكرة زي دي وتنفذها وتوافق تحط جهاز زي ده في دماغك. طب واضح إنه من خلال التطور التكنولوجي اللي إحنا فيه إن كل حاجة متراقبة وإن بياناتنا على المشاع. طب إيه الحل دلوقتي؟ هنفضل كده ونستسلم للأمر الواقع، ولا في أي حاجة نقدر نعملها تحمينا؟ حتى لو نسبيا، أكيد كل شيء وله حل، حتى لو مش هيفصل الأمور تماما لكنه على الأقل ممكن يكون مقبول. أولا البنات والسيدات اللي بيصوروا نفسهم في بيوتهم، يعني صور بلبس البيت وغيره، أكيد فاهميني. بلاش أصلا تتصوروا صور بالشكل ده، حتى لو على سبيل إنك بتتصوريهم لنفسك. وارد جدا تليفونك حد يهكره ولا حتى يضيع أو يمكن يتسرق، وحد يقدر ياخد كل صورك اللي عليه، وأول حاجة هيعملها إنه أكيد هيستغلك وهيبتزك، سواء ماديا
أو جنسيا، أو حتى يخليكي تعملي حاجات أنت مش عايزاها. وبنسمع أعتقد يوميا عن حوادث وكوارث بالشكل ده كل يوم، فالأفضل أكيد إننا ما نحطش نفسنا أصلا في مخاطرة، وبلاش من أساسه الموضوع ده. وبالنسبة للسيدات والبنات اللي وقعوا في الموضوع ده وبيعانوا دلوقتي، وفي حد بيبتزكم أو بيستغلكم وبيهددكم بصور أو محادثات أو فيديو أو غيره، أحب أعرفكم إن وزارة الداخلية عاملة حقيقي مجهود كبير جدا في الموضوع ده بالذات، ومخصصة إدارة كاملة اسمها إدارة تكنولوجيا المعلومات، وعاملة في كل محافظة مقرات لتلقي البلاغات. يعني من الآخر كده بتروحي بسكرين شوت من رسائل التهديد والابتزاز ولينك أو رابط بتاع الشخص الظريف اللي بيبتز، وبيتم القبض عليه بكل سهولة، وبيواجه عقوبة حبس ما تقلش عن 2 سنين، وغرامة مالية ما تقلش عن 100,000 جنيه، وبتوصل كمان ل 300,000 جنيه. ولو خايفة من الفضايح أو الشوشرة، فأحب أعرفك إن حتى دي ما تخافيش منها، الموضوع بيتم في سرية تامة ومحدش بيعرف عنك أي حاجة. فما تسمحوش لحد يستغلكم ويبهدلكم، حتى لو غلطتوا ما تعالجوش الغلط بغلط. والمعلوماتك كمان، حتى لو انت اللي كنتي باعته لشخص ما صورك، الحكومة ملهاش دعوة بالنقطة دي، هي كل اللي ليها ان الشخص ده بيهددك وبيبتزك. فما تخافيش وخليكي قدها وروحي. تاني حاجة ممكن نعملها عشان نحمي اجهزتنا وتليفوناتنا اللي بنستعملها، ان احنا نحدث التطبيقات اللي عندنا على الموبايلات او الكمبيوترات، وما تستعملش ابدا النموذج القديم. وحمل الصور والفيديوهات والتطبيقات من المصادر الرسمية، بلاش المواقع المجهولة الهوية. ما تفتحش اي لينك او رابط اتبعت لك غريب، وامسحه فورا عشان حتى ما تصدفش وتدوس عليه بالغلط. التليفونات القديمة بتاعتكم حاولوا ما تبيعوهاش او تتصرفوا فيها الا لما تكونوا متأكدين تماما ان كل البيانات اللي عليها اتمسحت. وخلي بالكم ان في برامج بترجع الداتا اللي اتمسحت والصور والفيديوهات، لكن برضو في برامج بتمسح البيانات تماما وما بيكونش لها وجود مرة تانية. وخليك عارف ان التليفون او الجهاز اللي معاك ليس الا وسيلة للتواصل، مش لازم يعني حياتنا كلها تبقى عليها. دي كانت حلقة النهاردة، اتمنى تكون عجبتك، ولو عجبتك اعمل بقى لايك وعرفوني في الكومنتات ايه الخطوات اللي بتعملوها عشان تأمنوا نفسكم وتأمنوا اجهزتكم، وخلينا نفيد بعض. واستنوني في حكاية جديدة من حكاوتي. أشكركم على المتابعة ودمتم بخير.